قول لي سمونه فاهم عبد الحميد. امتى او ليه توقف الثلاثي اضواء المسرح؟ هل توقف الثلاثي بعد وفاه الضيف احمد؟ توقف لان هو كان لازم يتوقف؟ لا بعد وفاه الضيف احمد كان صعب قوي انك تجيب حد بداله. احكي لي اللي حصل. يعني هو اللي حصل، احنا كنا في الاردن بنحضر افتتاح فيلم هناك، وكان الضيف وقتها حتى الله يرحمه كان لسه متجوز ومخلف بنوته صغيره كده حلوه، كان كل مخه يجيب لها حاجات من هناك وبتاع. وكان هو وقتها حتى لان انا ساكت كده بفكر ليه مالك، قلت له مش عارف اضيف، يعني مش عارف يعني جورج ربنا يشفيه تخين ومكلبص كده وعنده طاقه انك ممكن لو اتحرك تضحك. قلت له انت شكلك لوحده وانت بتعمل اي حاجه الناس تضحك، انا ما يعني حاسس ان انا يعني شكلي ما يضحكش بالظبط كده. قال لي انت هتشوف، قال لي انا ما فيش حاجه بتضحكني الا انت. فاداني حته ايه ثقه كده. احنا راجعين ما انساش واحنا في الطياره، كان معانا الفرقه المسيه، كانوا عاملين حفله هناك كبيره وقاعدين، واحنا نازلين في المطار كده لقيت هو مشي لوحده خالص كده وخد ركن ووقف. حتى ما انساش كان خيري الفرقه المسيه اللي هو الكمان الله يرحمه، كان راجل جميل جدا، وداخل كده بيضحك هو مع استاذ احمد فؤاد حسن، وقال لي الحق بص ده شكله كده هيموت، الحقه والله العظيم. فانا جريت بقى على الضيف بقول له مالك يا ضيف؟ قال لي مفيش حاجه، بس ما تنساش البروفه بكره. كنا بدانا ان احنا نعمل مسرح. قول لي سمونه فاهم عبد الحميد. امتى او ليه توقف الثلاثي اضواء المسرح؟ هل توقف الثلاثي بعد وفاه الضيف احمد؟ توقف لان هو كان لازم يتوقف؟ لا بعد وفاه الضيف احمد كان صعب قوي انك تجيب حد بداله. احكي لي اللي حصل. يعني هو اللي حصل، احنا كنا في الاردن بنحضر افتتاح فيلم هناك، وكان الضيف وقتها حتى الله يرحمه كان لسه متجوز ومخلف بنوته صغيره كده حلوه، كان كل مخه يجيب لها حاجات من هناك وبتاع. وكان هو وقتها حتى لان انا ساكت كده بفكر ليه مالك، قلت له مش عارف اضيف، يعني مش عارف يعني جورج ربنا يشفيه تخين ومكلبص كده وعنده طاقه انك ممكن لو اتحرك تضحك. قلت له انت شكلك لوحده وانت بتعمل اي حاجه الناس تضحك، انا ما يعني حاسس ان انا يعني شكلي ما يضحكش بالظبط كده. قال لي انت هتشوف، قال لي انا ما فيش حاجه بتضحكني الا انت. فاداني حته ايه ثقه كده. احنا راجعين ما انساش واحنا في الطياره، كان معانا الفرقه المسيه، كانوا عاملين حفله هناك كبيره وقاعدين، واحنا نازلين في المطار كده لقيت هو مشي لوحده خالص كده وخد ركن ووقف. حتى ما انساش كان خيري الفرقه المسيه اللي هو الكمان الله يرحمه، كان راجل جميل جدا، وداخل كده بيضحك هو مع استاذ احمد فؤاد حسن، وقال لي الحق بص ده شكله كده هيموت، الحقه والله العظيم. فانا جريت بقى على الضيف بقول له مالك يا ضيف؟ قال لي مفيش حاجه، بس ما تنساش البروفه بكره. كنا بدانا ان احنا نعمل مسرح.